في هذا اليوم الذي يحمل بين طياته رسالة عميقة تعبر عن إرادة لا تنكسر وشعلة تضيء درب النضال ضد الظلم والاستبداد، نستذكر الورود التي خرجت من خلف الجدران العزلة لتقول للعالم أجمع أن حرية قادرة أن تزهر حتى في أقسى ظروف القمع. فتلك الورود كانت رسالة متكاملة من قائد الإنسانية عبد الله أوجلان للمرأة، رسالة تدعوها إلى النهوض بذاتها، إلى حماية وجودها، وإلى أن تكون قوة عصية على كل نظام قمعي يحاول طمس حقيقيتها. فيوم الورود بالنسبة لنا ليس مجرد ذكرى، بل إعلان متجدد بأننا سنحمل راية تحرير المرأة حتى النهاية، وإننا سنقف بوجوه آلة القتل والدمار التي تسعى لمحو نضالها وإعادتها إلى المربع العبودية الأول. لقد أمن القائد عبد الله أوجلان بأن العدو الذي يستهدف المرأة واحد مهما اختلفت لغاته وأقنعته، ولهذا فإن نضال النساء يجب أن يكون واحدا متجاوزا للحدود والانتماءات. وما يجري اليوم في السويداء شاهد حي على هذا الصراع، حيث تتعرض النساء لأبشع أشكال الخطف والقتل والانتهاكات، ويرغمن على الصمت أمام قوى متوحشة لا ترى في المرأة سوى وسيلة لإذلال المجتمع برمته. ومع ذلك أثبتت نساء السويداء أن شعلة المقاومة لا يمكن أن تنطفئ، فقد وقفنا في وجه قوى الظلام بصلابة وواجهن التحديد بالسلاح المعنوي المستمد من إرادتهن الحرة، حتى دفعت بعضهن حياتهن ثمنا لمواقفهن شجاعة، فاستشهدهن وهن يدافعن عن كرامتهم وعن حقهن في الحياة. أن دماءهن التي روت أرض السويداء أصبحت جزءا من تاريخ النضال المرأة الحرة باسم مجلس تجمع نساء زنوبيا في مقاطعة الطبقة. وفي هذه المناسبة التاريخية نجدد عهدنا لقائدنا عبد الله أوجلان بأن نكون على قدر ثقته، وأن نواصل نضالنا في بناء مجتمع حر قائم على العدالة والمساواة، مستندين إلى مشروع الأم الديمقراطي الذي جعل من حرية المرأة أساسا لتحرر المجتمع بأثره. كما نؤكد تضامننا العميق مع نساء السويداء وجميع النساء اللواتي يواجهن سياسات القهر والاستعباد، ونعلن أن نضال المرأة لا يتجزأ، وإن معركة كل امرأة في وجه النظام الذكوري هي معركتنا جميعا. إن الورود التي خرجت يوما من عتمة السجن لتضيء درب النساء ما زالت تزهر في قلوبنا وتلهمنا للاستمرار، ونجدد عهدنا أن نصون ذلك الرمز، وأن نجعل من الوردة سلاحا أخلاقيا وسياسيا في وجه كل قوى الطغيان التي تحاول اقتلاع إنسانية المرأة، وأن نواصل النضال حتى يتحقق عهد الحرية الكامل. مع تحياتنا الثورية 2/8/2025. شاهد نمر، ما شاء الله شاهد نمر، عاشت مقاومة المرأة، عاشت